كثير من الناس لا يعرفون ماذا نقول عند قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. وقبل التعرف على ما يقال، رجاء دعم هذا الفيديو بالإعجاب وترك تعليق بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. إخواني الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ترديد الأذان عند سماع المؤذن، لأن فيه أجر عظيم وفضل كبير، وهناك أدعية وأذكار تقال عند سماع الأذان. من هذه الفضائل مغفرة الذنوب، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. ومن الفضائل أيضا أن الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. في هذا الحديث حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، نقول: الله أكبر الله أكبر، وهكذا في باقي ألفاظ الأذان، إلا عندما يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، فنقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. والدليل على ذلك ما روي عن معاوية رضي الله عنه أنه قال عند قول المؤذن: حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك. والسؤال الآن: ماذا نقول عندما يقول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم؟ أنت مخير بين أمرين: إما أن ترددها كما هي فتقول الصلاة خير من النوم عملا بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وإما أن تقول صدقت وبررت، وهو مذهب جمهور العلماء، ولا مانع من الجمع بينهما، فتقول الصلاة خير من النوم صدقت وبررت. وقال بعض العلماء تقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير من النوم. فأنت مخير بين هذه الأمور أو تجمع بينهما. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء
ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب